دي الميداليه اللي كرمونا بيها بعد 9 شهور. دي الميداليه اللي ايه؟ كرمونا بيها بعد 9 شهور. ولا راضي يعترف بينا ولا كارنيه، ما عملناش شهاده تقدير عشان اعترافك بينا. ادي الحقيقه كده، حتى مش مذكور عليها اي حاجه بالمصاب. يوم من اجل مصر وخلاص. قربها شويه كده. بعد 9 شهور يوم البطوله بياخدها ذهب. 25 دي معموله من اي خامه؟ معموله من اي خامه؟ صغير يعني ملهاش قيمه؟ لا ملهاش قيمه. لا بص حضرتك، هي مذكور عليها حاجه بالمصاب؟ لا، اقرا اللي مكتوب عليها. يوم من اجل مصر ثوره 25 يناير فقط. يعني ما فيش فيها اي حاجه تثبت ان دي تم اعطائها ليك على اساس انك انت احد مصابين طب انا الثوره. واخدتها البيت عندنا يقولوا لي انت جايبها من عراسي، مش تكريم. استلمتها في اي مناسبه؟ استلمناها طبعا في كل محافظه، كرمت المصابين بتوعها. دي المحافظه الدقهليه المنصوره، دول المحافظه اللي فاتت. دي الوسام، دي نهايه المسرحيه اللي نزلوها. دي المسرحيه نزلوا الستاره، ما خدناش اي حاجه. دي نهايه المسرحيه اهي. انت اسمك ايه؟ عبد اللطيف قطب عبد اللطيف. اصابتك فين يا عبد اللطيف؟ هنا في رجلي وفي اليد. دي بعد 9 شهور. محمد، انت من اي محافظه؟ وتم تكريمك في احتفاليه خاصه بمؤتمر بالمصابين في امن الجيزه؟ جه بعد 2:30 ساعة. هو قالوا لنا الساعه 11 وهو جالنا الساعه 1:30. طب انت لو طلعنا من الساعه 11 لغايه 1:30 احنا نقدر المصابين. جاي بعد كده عايز يدينا. اول ما دخل المحافظ احنا مش عايزين نتكلم، قلنا له مش جاي بعد 9 شهور. الميداليات دي اتسلمت لكم في احتفاليات بتاريخ كام؟ يوم الاثنين اللي فات. يوم الاثنين تبع مين؟ طب انتوا احنا تبع جروب الشعب يريد. ايه؟ الشعب يريد. طيب انتوا لحظه، خليك معايا بس. انتوا المفروض ان كنتوا رايحين لمركز شباب الجزيره. ايوه فندم. علشان تعملوا ايه؟ كان في مركز شباب الجزيره حضرتك مؤتمر صحفي بنعد له، وفعلا خلاص وخدنا الاجراءات وكل حاجه تمام. فوجئنا لما رحنا ان في ما اعرفش حصل اتصالات ربما ما من مين، حصل عطل للمؤتمر وبالفعل جينا على هنا. مش ده عددنا حضرتك. هل تم منعكم من دخول مركز شباب الجزيره ولا دخلتوا وما تمكنتوش من تم منعنا من الدخول اساسا. سيبك يا عم كبر. تعالى يا عم تعالى. تعريف نكتب يا عم. عادي ما هو انتوا بس كده يا جماعه. لا احنا كتير بس بنظبط بس. دي عندك كام؟ هتوش معاها. يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا جماعه. الناس اللي عايزه تتصل معانا مش عايزه تتفرج علينا. احنا مش فوجة ولا سينما عشان حد يتفرج علينا. احنا ناس هنا نازلين عشان خاطر حق البلد دي. اللي جاي يفكرنا ان احنا هذا، احنا ناس اجل من اي حد، اجل من اي جنب مراته في البيت. بسم الله المجد الحق. انا بقول لك بس بعد اذنك نكتب كده شويه. عوض تيجي عوض، وجيب في الناس بتاعتك عوض. اللي كان فيديو السنه ما يكتب. لا خليه بس انا عملت شويه. طيب احنا في النهايه اتفقنا ان احنا هتعملوا ايه يعني؟ واقفه يوم احنا عايزين رد بس 11 لغايه ايه بقى انا طلعنا مسجل اهو. وانا بص المحافظ. وانت بتشتغل ايه اصلا؟ ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ انا ما خلاص بعد الاصابه ما عدتش بشتغل حاجه. ده الجواب. انت اصابتك فين؟ في العين اليسرى.
اصابتك في العين اليسرى وبعد الاصابه ما بقتش تقدر تشتغل. جواب التعيين في الزباله وبمرتب شهر 300 جنيه. احنا مصابين الصوت. ادفعوا لي شويه. مش عاوزينه مش عايزين اي مصاب واي مؤهل يا فندم وفرها لنا المحافظه عندنا بمرتب شهر 300 جنيه وعامل زباله لمصابين الصوت لخريجي كليات. عامل زباله بمرتب شهر 300 جنيه وخدمه المحافظه. المستند معايا الجواب الاصلي الصغير اللي هو الجواب مختومه ومختومه متصوره يا فندم. مختومه ثواني كانت لسه حضرتك اهو. يعني المصاب خدم في الجيش ادى الخدمه العسكريه. انا مؤدي خدمه عسكريه لا برضه. بصي وكنت في الساحه الداخليه. بصي لا يا استاذه ركزي بقى على الفيش. طلعيني بلطجي. يعني انت عايز ايه؟ طلعيني بلطجي. توجد احكام شفت الفيش؟ لا توجد. طلع قال عليه بلطجي. لا توجد احكام جنائيه مسجله فعلا في الوش لنفس الشخص اللي هو ولا انا جايبه من فتحي حكومه ثانيه؟ هو صالح فتحي ده ومؤدي الخدمه العسكريه. خدوا حسن. خدوا حسن. خدوا حسن. العسكريين يعرفوا يعني خدوا حسن. مين اللي اقر ان انت بلطجي؟ الصندوق وما تمش تكليف. ما تمش تكليف. الصندوق يعني انت اللي اتحرمت من الميداليه العظيمه اللي هم كلنا اتحرمنا من ده الجواب ده الصحيحه. بلطجي وظايف زمان ودي يا فندم مركزه على دي الوظائف اللي حضرتك هم عايزين يطلعوا من في المصابين دول نسبه بلطجيه كبيره بحيث ان الناس دي معاها ان هي ضربت عليهم عشان خاطر يفرغوا القضيه من محتوياتها ومضمونها عشان يطلعوا الناس دول براءه. فعلا. اصابه ثوره دي برضه. خلاص انتهى الموضوع. اتفضل يا فندم حضرتك. البيان والمطالب وانا معايا الورقه اللي انتوا بتوزعوها. ايوه بالظبط. حضرتك وبناء عليه انا اعتصم. دي هتنزل قطع عندنا. الانتخابات. اتفضل يا حبيبي. انا هرفع. فين يا ايه؟ بتاعت الزباله ركز على دي. بيأدبونا جايبين لنا اصابه ثوره واخد بالك وماشي على افكار وانا مصاب ثوره برضه. لا في علاج ولا في اي حاجه العين اليسرى عينه في الزباله. لا في علاج ولا في اي حاجه من الحكومه. مع احترامنا مع حضرتك يا حاج في الكلام الثوره